بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. والنهارده يوم أجازة، يبقى لازم نعمل إيه؟ أكلة سمك حلوة زي دي. أكل سمك وجنبها شوية كابوريا كده مسكرين مسكرين. أتمنى منكم كده ما تطلعوش من الفيديو بسرعة، لأن أنا كنت بعمل الفيديو ده أنا واقفة بسيح في المطبخ، وأظن أنتوا كمان كلكم جربين تسيحة المطبخ في الحر الدول، وجزاكم الله خير. معايا هنا كابوريا كده 2 كيلو من الكابوريا، أنا كنت جايباها كيلو ب 30 جنيه. الكابوريا دي كابوريا صغيره نتايه، ربنا خلق من كل حاجه الذكر وانتاي. فالكابوريا اللي معايا دي صغيره بس بتبقى جميله جدا، اوعي تقولوا صغيره بس مش هيبقى طعمها حلو ولا يبقى فيها لحم، لا بالعكس، ده الكابوريا الصغيره دي هي تكون النتايه وبيبقى كلها لحم وبتبقى مسكره، عكس عن الذكر بيبقى كبير كده وبيبقى فاضي ملوش اي طعم ومفيش فيه اي لحم خالص. وجبنا هنا سمك شبار كبير على صغير. هبدا نعمل ايه؟ تعالي بقى، انا طبعا انا نضفت كل حاجه عشان انا عارفه ان انتوا بتزهقوا وبتملوا من الفيديوهات بسرعه. نضفت هنا السمك وملحته وغسلت الكابوريا اكتر من مره ونقعتها في ميه وليمون، غسلت الرز وجهزت كمان الخضار اللي هنزل بيه على الكابوريا. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يلا يشترك معايا في القناه. ملحنا السمك وعملت تمليحه السمك عباره عن توم مفروم كده، وعصرت عليه ليمونه، ملح وكمون وشويه من فلفل اسود وشويه من الكزبره الناشفه وكمان شويه من الشطه. قلبتهم كلهم مع بعض وملحت السمك وسبته يتبل بتاع حوالي ربع ساعه قبل ما اقليه او نص ساعه كده، بيتطعم كده وبالشرب من التتبيله بتاعته وبيبقى طعمه حلو قوي. تعالي نعمل الكابوريا الاول، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتكملوا الفيديو للاخر، وان شاء الله تستفيدي معايا. واكتبي لي اي سؤال وانا هرد عليك على طول. عارفه عشان تجيبي الاكله دي من بره او تاكليها يوم الاجازه بره بتكلفك كتير جدا، لكن في البيت بتعملها بنظافه وبتوفير. جبت هنا حله، تعالوا نحط فيها الكابوريا. عايزه اقول لك اول ما بتجيبي الحله وتحطي فيها الكابوريا بتلاقي عيالك كلهم وراك، وابو العيال كمان وراك، وحماتك كمان طالعه لك من دور الارض تقول لك انت ريحه ايه اللي انت عم بتعملها دي؟ ريحتها فظيعه، ريحتها فواحه، ريحتها بجد خطيره خطيره. انا ضفت على هنا طماطم متقطعه وفلفل متقطع وبصل متقطع، وكان معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم او التتبيله بتاعه السمك اللي احنا كنا عملناها اللي انا قلت لك عليها، وضفت عليها شويه كمون وعصرت ليمونه كمان، وضفت عليها شويه من الكزبره، وكمان حطيت عليها ملح. طبعا الكابوريا ما بتحطلهاش شطه عشان خاطر لما تيجي تمصمصها كده هي حلاوتها ان هي تكون مسكره ما تكونش حراقه. انا بقول لكم كده، هي بصراحه ريحتها فظيعه. انا بلف في وشي ورا الايد كله بتقولوا لي يقولوا لي انت بتعملي ايه، وجرس الباب يخبط حماتك طالعه لك انتوا بتطبخوا ايه انتوا بتعملوا ايه؟ ريحتها حلوه كده بصراحه، ريحتها كانت حلوه قوي قوي قوي. الكابوريا ما بتتقلبش بالمعلقه، الكابوريا لازم تتقلب كده، تمسكي الحله كده زي الست الشاطره وتقلبيها كده من فوق لتحت عشان كلها تتطعم من البهارات اللي انت حطيتها فيها والخضار اللي انت حطيتيه. ما بتاخدش وقت خالص، واول ما لونها ما بيبدا يتغير كده بتلاقيها خلاص استوت. شايفه؟ انا عايزاكم تشموا الريحه يا جماعه، انا بدات اشم الريحه اهو. خلاص كده الكابوريا خلصت. تعالي نعمل شويه رز ببصله او رز الصياديه اللي هو الرز البني اللي هو بيتعمل جنب السمك المقلي. انا عامله بطريقه حلوه جميله جدا من غير اضافه اللي هو دبس الرمان او صويا صوص عشان يخلي لك لونه بني والافتكاسات اللي انت بتشوفيها دي. لا، هتحمري البصله كويس قوي كده لغايه لما تاخد لون بني غامق، وتنزلي عليه بشويه من الميه. لازم الميه تغلي عشان البصله تنزل لونها. اول ما الميه ما بتغلي بتضيفي بقى هنا الرز، وبنضيف عليه البهارات هو الملح والكمون بس، ما فيش اكتر من كده. بنظبط الميه بتاعه الرز. طبعا الرز ده كان مغسول ومنقوع، ما دام انت غاسله الرز ونقعاه ما تبقيش تضيفي فيه ميه كتير عشان خاطر ما يطلعش معجن معاكي ويطلع مفلفل، يطلع مفلفل. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يلا يشترك ويشجعني ويكتب لي تعليق حلو كده منه، وكملوا الفيديو يا جماعه للنهايه ان شاء الله تستفيدوا معايا. هنا بقى بدات هنا قلي السمك بقى خلاص. اول ما الرز كده ما بقى، انا هوريكي دلوقتي شكل الرز عامل ازاي. اول ما بيشرب بتاعه الميه بتاعته بنقله على العين الصغيره وبسيبه يتردد بقى. هنا ببدا اقلي السمك، هنا ببدا اعمله هنا بالدقيق، وبسيبه كده ما يكون شويه بالدقيق قبل ما انزل بيه في الزيت. عايزه اقول لكم ان السمك دي كان مسكر زي السكر ما شاء الله، تخن كده في قلب الزيت او قلب القليه كده وفي منتهى الجمال. شايفه لون الرز بتاعنا ازاي حلو ازاي؟ حلو قوي قوي، وطعمه وريحته فظيعه. ولونه بيتغير بيبقى لونه بني، بس هي الكاميرا بس هي اللي الاضاءه هي اللي مخليه لونه فاتح. وعملنا كمان السلطه وقطعنا بصل وحطينا عليه خل وليمون، والسلطه بتاعتنا عصرنا عليها ليمون وشويه خل وشويه ملح وشويه كمون وشويه سلطه. شايفه الرز عامل ازاي؟ مفلفل بجد، كان طعمه زي السكر والله العظيم، شويه رز يتاكلوا حياه. وخلاص خلصنا السمك وقلناه، وكمان عملنا الكابوريا وخلصناه، ما خدوش في ايديا ساعتين زمن. اتمنى كده ما تنسيش في اللايك والاشتراك وتعليق كده حلو منك، واشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.